من اللي بدينا نتابعوا الكوره كنا ديما نشوفوا فما كلمه تتقال في الصراع الازلي ما بين الترجي والافريقي، والكلمه هذه هي انه الترجي تحت عام 71 ورجعها لحبيب بورقيب، وانه الترجي الذي التونسي هو فريق النظام وهو المدلل رقم واحد. والحكايه هذه كانت تحكي برشا من غير حتى ادل. هل زعما بالرسمي الكلام صحيح والترجي هو فريق النظام؟ وشنو كانت علاقته بالحبيب بورقيب؟ وكيفاش لعبت السياسه دور في الحكايه؟ بعد الاستقلال بدينا نشوفوا في كورتنا التونسيه توقف على ساقيها، وبدات من وقتها تطلع النواه الاولى نتاع تاريخنا الكروي. الترجي وقتها كانت تعيش فتره مزيانه برشا رياضيا بقياده قدور واحمد الهمام، والترجي وقتها كانت مشاركه في كاس افريقيا وانعملت في ليبيا تعادل سلبي مع اهلي بنغازي وربحت 1-0 في تونس وترشحت، وهذا اللي خلى الترجي بج الاستحقاقات القاريه على حساب البطوله المحليه. وان كان الترجي لازم يلعب مباراه ضد الاتحاد الرياضي التونسي الفريق العريق اللي تاسس عام 1917 من طرف التوانسه يهود، وهو نادي مازال ينشط حتى التو لكن فيه كان فرع نسائي. المباراة هذه تأجلت بسبب الالتزامات الافريقيه للترجي كما ذكرنا. وقتها صار اتفاق ما بين علي زواوي رئيس الترجي ورئيس الاتحاد الرياضي التونسي باش تلعب المباراة المؤجله قبل نهائي كأس تونس، بعد ما الترجي قضى على مكان المهديه اللي كان وقتها فريق قوي برشا. لكن هنا فما سؤال محير، علاش الترجي اختار يلعب المباراة المؤجله قبل نهائي الكأس بالضبط وماهيش بعدها؟ متفقين هما والفيدراسيون في بالها عملوا الاربيتر وديزيناسيون دي ماتش كل شيء مريقل. وقتها سي علي زواوي بالطبيعه باش على الاقل لك العقوبه على قدور وعلى الواحد توفى في الماتش الروتار هذاك مش في الماتش الفينال. قانونيا الاسبيرونس عندها الحق في القانون سي عامر وقتها كان عندها الحق وقتها ولا لا عندها الحق خاطر الباش نتاع الشامبيونات هذاك باش يهيئ القدور وحمايه باش يكونوا كاليفيي باش يلعبوا الفينال. على ماتش كونتر اليو اس تي باش نلعبوه، وديما اذا كان دوز ايكيب سو ميت داكور سور اون دات لا فيدراسيون نو بو كو ديزيني ان اربيتر. وهنا تبان ثغره استغلها الترجي اللي بدات من نهار اللي كان مشارك في الكاس الافريقيه وباش يلعب مباراه ضد الاسماعيلي المصري، والمباراه هذه كانت في نفس توقيت نصف نهائي مباراه الكاس ضد النجم الرياضي الساحلي. وقتها الترجي انسحب وسبق مباراه الكاس على حساب الافريق وكان التركيز الكل على الدوبلي. وفي نصف النهائي في مباراه ما بين الترجي والإتوال صارت مشاكل في الميدان ما بين اللاعبين نتاع الفريقين. وقتها الحكم حمادي بركه اللي قارب باش يطرد احمد الهمامي وعبد القادر بن سيد اللي هما زوز من اهم لاعبيه ولاد باب سويق، وهذه كان ضربه كبيره للنادي اللي كان لازم يلعب نهائي كاس تونس منقوص. وانه الترجي يلعب الماتش المؤجل ضد الاتحاد الرياضي التونسي يخلي العقوبه تتنحى في الماتش هذاك، وبالتالي الترجي يدخل النهائي نظيف وعناصره كامله بعد ما كملوا ماتش الإتوال بنتيجه 0-0. مع القانون القديم اختاروا المباراه اعاده اللي فاتت بنتيجه 1-1 فوق فيها الترجي بفارق الركنيات اللي كانت 6 مقابل 2، وهذا الكل حسب القانون القديم في الكوره. وبالتالي النهائي باش يكون ما بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. ومن هنا بدات لعبه سياسيه كبيره. الترجي كان يحاول يستغل الموقف ويلعب الماتش المؤجل قبل النهائي، اما صفاقس لا، وخاصه انهم كانوا منافسين مباشرين للترجي في الدوبلي وما همش باش يخلوا حتى فرصه للترجي باش يلعب الماتش المؤجل قبل النهائي ضد الاتحاد. بعد ما طار بالخوجه وزير الشباب والرياضه بتكليف من وزير الاول في زياره عمل لصفاقس لمحاوله تهدئه خاطر احباء النادي الصفاقسي وانه ياخذ رد الجهه بكاملها، وهي اللي هدت بالتصويت في مؤتمر الحزب لصالح احمد المستين، وهذا اذا كان الوزاره ما لبتش رغبتها. وهذا اللي صار ونهار 9 جوان هبط بيان في انه نهائي كاس تونس باش تلعب نهار 13 جوان. بدا الماتش وصفاقس دخلت باحسن سيناريو ممكن. دقيقه لعب والمازال جارديان الترجي يلبس في الليغون نتاعو يحيي في الجماهير كوره من عبد الوهاب الطرابلسي خلت النتيجه 1-0 للسي اس اس. ومن بعدها 90 دقيقه كامله الترجي كان يحاول باش يرجع في النتيجه، لكن الاداء البطولي لملاعبيه سي اس اس كان هو كل شيء، بالاخص رؤوف النجار اللي كان يلعب ببونداج في راسه. ونجحت صفاقس تكتيكيا باش تربح وفي الماتش عادي والجوارات سلموا على بعضهم ودخلوا للفيستير. اما جمهور الترجي كان يرى العكس جمله، وين صارت احداث شغب كبيره برشا في تونس بدات من المنزه وين ضربوا المنصه الشرفيه بدبابوز وبالحجر، وحسب شهود وصل الغازون واللوح في المنزه تحرقوا. وهذا الكل كان بحضور الوزير الاول هادي نويره اللي كان يعوض في الحبيب بورقيبه اللي كان وقتها في سويسرا. بالحجر بالدبابس، وكان ما جاش حرس وطني مثلا على سيدي يورا حط يده على سيدي الخطه سيدي يورا كله مجروح بالدبابس ضربوا. واللي صار الكل موجود في غنية تعرفوها اللي وصفت الحادثة بالكامل.
اهانه وضارب قدام طاهر بالخوجه وعدد شخصيات مهمه ما كانتش باش تتعدى بالسهل. هذا اللي خلاهم يقرروا بتجميد نشاط فرع كره القدم للترجي، وخلاهم زاد يقوموا بحل لجنه احباء الترجي وايقاف مجله 100 يور من نشاطها، وفاض الويكلو على بقيه مباريات النادي كقرار رادع. لازم تكون درس. عمرنا ما كان في بالنا نقولوا الاسبيرونس نحيوها ما عادش نتزوجوا ابدا، اما لازم هي الاسبيرونس. وهذا اللي خلى الترجي ما يكملش يلعب بقيه الماتشوات ويتيح في الكلاسمون من المرتبه الاولى للمرتبه الثامنه، وبالتالي سي اس اس تهز البطوله بعد ما هزت الكوب. ومن هنا وين كان الترجي على بعد خطوه انه يهز دوبلي يلقى روحه لا بطوله ولا كاس، ومع قرار تجميد قادر ينهي نادي بالكامل. نهار 14 جوان الهيئه المديره للترجي تعقد اجتماع طارئ وتستنكر فيه اللي صار، ويقدم علي الزواوي وقتها استقالته من رئاسه النادي تليه استقاله بقيه اعضاء الهيئه المديره. تكليف هيئة مؤقتة خذت مسؤولية الإشراف على بقية أنشطة الترجي والمحافظة على مكاسب النادي والتعجيل بدعوة لجلسة عام. مع رجوع بورقيبة من سويسرا بعد ما كان يتداوى، تلموا ملاعبية الترجي مع برشا أحباء في الممشى اللي بحذا نواوري في شارع الحبيب بورقيبة، وكان الرئيس متعدي وقتها والصوت الحاضرين كان واحد: الترجي يا بورقيبة. فكر مليح كيفاش أنا وروف المدب يعني هذوما اللي بجنب بعضنا، احنا مفرتين، احنا أولادنا حتى الجوارات الكل يعني نعيطوا الترجي يا بورقيبة الترجي، يعني العائلة الكبيرة نتاع الترجي تمست يعني ظلما وبهتانا وكل شيء. وهنا وين قرر الحبيب بورقيبة انه يرجع نشاط الترجي، وفي الموسم الموالي الترجي رجع لنشاطه العادي، وزوجته وسيلة بن عمار كانت من اهم الاسباب باش الترجي يرجع لسلف نشاطه. والقرار هذا اللي هبط نهار 19 جوان، وخرج وزير الخارجية وقتها محمد المسمودي بتصريح مفاده انه الترجي فريق عريق وكان عنده دور كبير في مقاومة الاستعمار، وكان يتمنى انه الترجي وقتها يرجع لصولاته وجولاته. ومع عيد الجمهورية الحبيب بورقيبة خص مساحة كبيرة من الخطاب لموضوع الترجي. اللاعبين تاع الاسبيرانس ما صدرش منهم شيء كبير نرفع عليهم حل الاسبيرانس، قرار هذا كان تاع حل الجمعيه لهم اللي قاموا بها المره الاخيره مش ضرتهم بركه ولا دخلوا الحبس ولا كذا، راهي ضرت تونس. ونهار 28 جويلية الترجي يعمل اجتماع في نهج الباشا، ويتم تعيين حسان بالخوجة كرئيس جديد للنادي بالاجماع، والقرار هذا كان بعد استقالة الهيئة السابقة كما ذكر. والحكايه مفتشه هنا وين ثأر الترجي رجع بعام بعد ما لعبوا ماتش كوب واحد اخر ضد النادي الرياضي الصفاقسي في الشادي زويد. اما الحكايه الكل كانت في البونتو الثالث اللي ماركاه عبد المجيد بن مراد، اللي جبد تقريبا معظم دفاع النادي الرياضي الصفاقسي وحط الكره على الخط نتاع الكاج ودار وعطاها بتالون بكل اهانه للخصم، وكما قال هو كيما وتات حلال. جات هي وتات حلال، اللي نعمل هكا نلقاها تيتيح، نلقاها ساهل، نعمل هكا ندخل الحاجه اللي الحمول دي انا نمشي نشوط هكا والحاجه دخل صحيح مشى خلاني انا والفيليك. والقصه هذه كانت مفصليه في تاريخ الترجي الرياضي التونسي وفي تاريخ الكره التونسيه، ومنها تبنيت برشا حكايات اخرى. بالضبط عباره على باتر فلاي افكت، ومن النقطه ذيك بالضبط بدات هيمنه الترجي محليا. ممكن الترجي ما طاحش كما كان يتحكى والا كان فريق سلطه، اما اللي يبان وقتها انه السياسه والكره حاجتين ديما ما يمشوا مع بعض.